ركز بقى معايا في الفيديو ده عشان احنا داخلين بكرة على شهر شعبان. في حاجات هتسمعها مش صحيحة وفي حاجات هتسمعها صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيختص شهر شعبان بالصيام، كان بيختص بالصيام وكان بيكتر من الصيام فيه، علشان ده شهر بيغفل عنه كثير من الناس. ليه بيغفل عنه الناس؟ لأن هو ما بين شهر من الأشهر الحرم اللي هو رجب وما بين رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هو شهر ترفع فيه الأعمال، أعمالك بتتعرض على ربنا سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب يتعرض عمله على ربنا سبحانه وتعالى وهو صايم. ستنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول ان هي كانت بتشوف النبي عليه الصلاة والسلام اكتر شهر بيصومه هو شعبان. طيب انت ممكن تصوم شعبان كله، العلماء قالوا ان انت ما ينفعش تصوم الشهر كامل، لكن انت ممكن تصوم اغلبية الشهر مفيش مشكلة. والشيخ ابن عثيمين وعثمان الخميس قالوا ان انت ما ينفعش ان انت تختص اليوم بتاع النص من شعبان بصيام او ليلة النص من شعبان بقيام. وقالوا ان الاحاديث اللي وردت ان ليله النص من شعبان بترفع فيها الاعمال الليله دي بالذات، ان الاحاديث دي ضعيفه وان القول ده غير صحيح. طيب ايه هو القول الصحيح علشان اعرف؟ عشان هتشوف حاجات كتير في الموضوع ده. القول الصحيح زي ما قلت لك في الاول، ده شهر ترفع فيه الاعمال، يتحب فيه ان انت تصوم وتكتر من الصيام على قد ما تقدر، وكمان ده بيبقى تمرينه ليك علشان انت داخل على رمضان ما تبقاش تعبان في رمضان في الموضوع ده. وقول لغيرك عشان غيرك يستفيد، وربنا يتقبل مني واياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وادعوا لاخواننا في فلسطين والسودان واليمن والعراق ولبنان ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم.